شيء ولا موجود في الحياة أساسا، شيء اخترعوه من عندهم جايين يبون يطبقونه علينا. أنت ايش رأيك؟ شو تشوف؟ هذا أكيد رأيك، بس أنت عارف مجتمع الميم عين أو المثليين موجودين في قطر، موجودين في أي بلد في العالم. ما في شيء اسمه ميم ولا بيم، في ذكر وفي أنثى. تحول اللقاء الصحفي إلى مواجهة معي بشكل شخصي دون أي اعتبار لعملي المهني كصحفي. أنا بسألك سؤال، أنت تؤمن بالميم؟ نعم. تؤمن بالميم؟ أنا بؤمن بالتنوع والتعدد، وكل شخص يختار ويكون كما يريد هو أو هي أن تكون. أوكي، تؤمن ابنك ولا بنتك يكونون من الميم؟ صراحة جاوب. في حقوق إنسان وحقوق الإنسان إنه كل شخص. ولا بنتك؟ ما هو خليني لك شغله. أنت جاوبني بدون خليني لك شغله. في حقوق إنسان ولا بنتك يكونون من الميم؟ في حقوق إنسان، والحقوق الإنسان كل شخص بيختار أو بيكون كما هو أو هي تريد أن تكون. تماما أن من داخلك أنت ما ترضى، لكن أكيد مدفوع لك. ليك خلينا نتفق على شغله، ما نعمل موضوع شخصني. خلينا نتفق على شغله، خلينا ضمن حوار معين. خلال دقائق تجمع كثير من الناس حولنا وتدخلوا في النقاش، حتى قاطعنا أحد المرة موجها اتهامات لي لمجرد طرح سؤالا صحفيا. ما بدنا اياك يجي ولا احنا بدنا نشوف وجهها. اوكي، انت حرية الرأي ان تكون رأي. ما هي راي هذه انحطاط خلقي وانحطاط معنوي وانحطاط جنسي. هاي ما هي حرية رأي.